يجي بقى يقول لك ايه، ماذا تفعل لو انت مرضت او انت اصبت بالمرض او الحقيقه احب ان اولا ان ازف بشرى ومفاجاه ساره للامه الاسلاميه، ان انا بالفعل وحقيقه يعني مريض. فبس في نقطة مهمة، بس عشان ايه الناس اللي ايه عايزة تشمت وبتاع. الأمر طبعا ليس بسبب دعائكم ولا كل البله والعته اللي انتوا عمالين تبعتوا، لا أنا مريض قبل أساسا ما أعمل هذه المقاطع بمدة يعني، وبعمل المقاطع دي وأنا مريض. فبصوا، ده دي لسه خارج من المستشفى أساسا، هو بتاع 8/8 ديت على بتاعت السويرة بتاعت المستشفى، فعادي يعني. ما وانا مريض ما حسيتش يعني ان انا محتاج ان انا ادعي اي حد او اقعد بقى ربنا، ما فيش كلام من ده. لا انا بواجه المصير بشجاعه يعني، برجوله، ما بقعدش ايه اولول زي النسوان، واخدين بالكم. وبعدين الحقيقه حاجه كمان ملحوظه غريبه لاحظتها، اني لم اجزع، واني في غرفه الطوارئ انا كنت الاكثر رباطه جأش. يعني الناس برضو حواليا عمالين يولولوا وبتاع، وكل واحد عمال يصوت على الممرضه ومش عارف ايه وبتاع، انا برضو قاعد باشا مع الجورنال ومحاليلي معايا في دراعي وتمام التمام، ولا كاني قاعد عند الحلاق. ما يعني لاحظت فعلا ان انا الاكثر رباطه جأش في غرفه الطوارئ. لم يخطر على ذهني لحظه ان انا مثلا اقول يا رب والكلام الاونطه اللي انتوا بتعملوه ده، ولا اقرا كتب مقدسه ولا اي حاجه. لا لا لا، الجورنال معايا برضو، مجلتين وبتاع. وبعدين حتى فكره الموت، يعني انا ممكن مثلا اموت ورا في 60 داهيه طبعا. طبعا هو الشيء الذي سيدخل البهجه والسرور على قلوبكم. ما برضو الفكره بالنسبه لي غير مزعجه، يعني ان انا اموت ده مش مرتعب يعني منها، زي عادي يعني، تجربة جديدة والواحد يموت وكما قال الشاعر حتى يلقى الحقيقة والأوجه الغائبة. فمش منزعج قوي يعني من الفكرة نفسها، بل بالعكس أنا يعني أعتبر إنها ستكون مغامرة. الواحد حتى قال بقى إيه، يقطع الشك باليقين. فأبدا إن أنا ما لم أحتاج أبدا يعني. انت فاهم، هكلم شخص مش موجود عشان يساعدني، ما هي بالمنطق. فلا يعني يبقى انا يعني لما افقد قواي العقليه ممكن اعمل كده، انما ستيل بدل ما انا في لسه ما زال في عقلي يفكر، فطب مستحيل ان انا اعمل حاجه زي كده يعني. ده انا ما اقعد يا رب يا رب بتاع. لا ما فيش واقف صلب، فهذه جبهة لم تسجد لله سجدة واحدة. وأنا خدت عهد على نفسي حتى آخر نفس في صدري، سأكون حربا على الله ورسوله وأي دين في هذا العالم لإعلاء كلمة الكفر. ولن تهتز شعرة في رأسي بسبب عتاهكم ودعائكم الأبله ولا آخر هذا الكلام. سأظل على ما أنا عليه ما دمت مقتنعا به.